السلام عليكم ومرحبا بكم معايا أنا نجمة ريسيب في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نشارككم واحدة من الوصفات اللي نخدم بها الطلبيات. راح تكون حلوة جافة، مقاديرها بسيطة بزاف سهلة وتجيب بزاف بنينة. أغلب الطلبيات تاع الحلويات الجافة اللي يحطوهم مع قهوة حليب الأعراس لازم تكون هذه الحلوة حاضرة معاهم. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا كيفاش نديرها. أول حاجة حطيت 125 غرام زبدة اللي كانت بدرجة حرارة الغرفة، يعني لازم تكون طرية. زدت معاها الكمية تاع الزيت 3 مغارف كبار سكر كلاص، تقدروا ديروا حتى الربعة، وراح نزيد صفار حبة بيض. المقادير نخليهم لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. نكمل باقي المكونات واللي هما لافاني، خميرة الحلويات والكاكاو والبني، وبلا ما ننساو القرصة تاع الملح. كما راكم تشوفوا في هذه الوصفة راح نخلط كامل المكونات على ضربة، على هذا اللي قلت لكم الوصفة بزاف سهلة، تقدروا توجدوها حتى في نص ساعة. جبت سباتيل وبديت نخلط في المكونات كامل مع بعضهم بعض، لازم يتحلوا لي كامل مع بعضهم بعض وتولي عندي اون كريم ما فيها حتى حبيبات كما راكم تشوفوا. كي يولي عندي الخليط تاعي متجانس كيما هكا، نبدا نزيد في الفارينه باش نطم العجينه. الفارينه راح نزيدها بالتدريج، يعني كل مره نزيد شويه نخلطها ونشوف شحال خصتني باش تنشف لي لاباط. ما تنساوش بلي رانا دايرين الكاكاو، كيما على بالكم الكاكاو يشرب كيما نشا او اكثر من نشا، والفارينه اي نوع تاع عجينه يكون فيها الكاكاو لازم تخلوها طريه، باسكو تخلوها غير 5 دقائق ولا 10 دقائق راح تشوفوا الديفيرونس بلي راهي زادت نشفت بلا ما تزيدوا الفارينه. هنا راهي نشفت لي لاباط، ما راحش نزيد الفارينه حتى نطمها كامل ونشوف اذا راهي مخصوصه ولا لا. شوفوا القوام اللي نحوس عليه، لاباط تاعي لاهينتها بلا ما نعجنها، وشوفوا كي نعبس بصبعتيا كيفاش يخلوا لاطراس تاعهم، معناتها راهي طريه. نفس الوقت كي نحي كميه باش نشكل كوريه تتشكل لي بلا ما تتشقق، هكا تكون لاباط تاعي واجده باش نبدا نشكل فيها قبل ما نطيبها. راح ندير لها شكل بسيط باسكو راح نديرها غير للدار، يعني ماشي تاع طلبيه ولا مناسبه. عاده كي تكون تاع كوموند نوزنها كوريات اللي يكون فيهم ما بين 18 حتى ل 20 غرام، نديرهم في مول تاع السيليكون باش نتحصل على شكل يكون راقي ويوالم تاع اعراس ولا تاع مناسبات. ثم تقدروا تشكلوها كيما حبيتوا، والميزان يبقى على حساب المول اللي راكو رايحين تستعملوه. هذا هو الشكل اللي درتو لليوم، كما قلت لكم شكل بسيط تاع الدار. ديت كميه من العجينه شكلتها حربوش ونقسم فيها على شكل مقروطات صغار بالموس. لهنا نمد لكم ملاحظه، شوفوا العجينه كي راني نشكل فيها حربوش، كي خطرات تتسقم وحدها وخطرات تبدا تتفتح لي كما شفتوا، نعاود نقرصها غير شويه بصباحتيه ونكمل نشكل الحربوش تاعي عادي. يعني ما تقولوش العجينه خسرت ولا ما عرفتوش ديروها، سي نورمال ديرنا هكاك باسكو كي طميناها ما عجناهاش باش الحلوه تاعنا تخرج هشه وما تجيناش معجنه الداخل. نكمل كامل العجينه بنفس الطريقه، من بعد ندخلهم يطيبوا في الفوغ اللي نكون سخنته ديجا من قبل. ولهنا كي تكونوا تفاصوني فيها نسيت باش نقول لكم الحربوش تاعكم ما ديروهش خشين بزاف، ما تنساوش بلي درنا على خميره، يعني الحبه راح تضاعف شويه في الحجم. هذو هما الحبات هنا كانوا طابو، طيبتهم في الفوغ اللي كنت سخنته 10 دقائق من قبل وكنت شعلته على 160 درجه. تشوفوهم حماروا من تحت ونشفوا من الفوق، بداو يتشقوا خرجوهم، ما تخلوهمش يحمروا من الفوق ومن تحت بزاف سينو راح تجيكم يابسه. يعني كي تخرجوهم راح يكونوا شويه طرايه نفس الشيء كيما الغريبيه، ومن بعد كي يبردوا راح يحكموا روحهم وحدهم. خليتهم بردوا شويه، يعني غير دفاو ما بردوش كامل، وبديت نغطس فيهم بالوحده في الحليب ومن بعد نرمدهم في نواه كوكو. نسيت باش نقول لكم تقدروا تزيدوا داخل العجينه مغروف ولا زوج تاع نواه كوكو ولا اي نوع تاع مكسرات يكون متوفر عندكم. كملت كامل الحبات بنفس الطريقه، من بعد زدت لهم زيكزاك بالشوكولا اللي ذوبتها في البان ماغي، وهذا هو الشكل النهائي. شوفوا الحبه كيفاش تجي، ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره بزاف، وكما قلت لكم تقدروا ديروها حتى في مول السيليكون باش يجي الشكل تاعها راقي اكثر. بالنسبه للناس اللي تتساءل على الكميه، راح تخرج لكم من 15 حتى ل 20 حبه على حساب الحجم اللي راكم رايحين ديروهم بهم. نقسم معاكم حبه وشوفوا شحال جات طريه، ديجا قسمتها بالموس، ما حبيتش نقسمها بيدي باسكو على بالي راهي رايحه كامل تتفتت تالمو راهي طريه وهشه من الداخل. وصفه اليوم خلاصت، ان شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم مع السلامه واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله.